عمرك دخلت صفقة وكانت مميزة جدا لكن فجأة السوق دخل في حركة عرضية وضرب لك الستوب لوز؟ عمرك دخلت صفقة ولقيت نفسك محشور فيها مش عارف هتتحرك امتى ولا هتصعد امتى؟ عزيزي المشاهد، مرحبا بيك في أخطر حركة في بداية يوم التداول واللي على أساسها هتبني صفقاتك. وفي الحركة التجميعية اللي بيتحرك بيها السوق معظم الوقت أو ما يسمى بالكونسوليديشن أو الأكيوموليشن، الأسواق المالية 90% منها بتكون حركة عرضية واللي بناء عليها بيتم بلع وإخراج الناس من صفقاتهم، وده الجزء الأكبر اللي على أساسه بيتم توقع الاتجاه القادم، هل صعود ولا هبوط. النهاردة هنتكلم عن أنواع حركات التجميع في السوق. هل التجميع نوع واحد ولا في أنواع تانية؟ وإزاي أعرف إني في مرحلة تجميع؟ وهل ينفع أدخل صفقات في مرحلة التجميع أو التراكم ولا ده خطر عليك؟ والسؤال الأهم من كل اللي فات، إزاي بيحصل التجميع وليه بيحصل أصلا؟ هل بيحصل كفخ للمتداولين ولا في سر ورا الموضوع ده؟ الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة، يلا بينا نجاوب عليها وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. السلام عليكم يا شباب، دي الحلقة التانية من سلسلة باور اوف 3 المتقدم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الدورة اليومية بالتفصيل، ازاي بيتم خداعك من قبل المؤسسات الكبيرة وازاي بيستدرجوك عشان يخلوك تشتري او تبيع قبل الحركة الانفجارية في السوق، وازاي بيخلوك نفسيا تشعر ان السوق هابط او صاعد. اتكلمت في اول حلقة من السلسلة عن الباور اوف 3، يبقى اتفرج عليها عشان تجمع التفاصيل مع بعض وتكون فاهم احنا بنتكلم عن ايه. شكرا جدا على دعمكم وسعيد جدا بتشجيعكم، ومتنساش لو انت جديد ترجع تشوف الحلقة السابقة وتكتب لي تحت بتستفاد ولا لأ، ومحتاج مني أشرح لك إيه الفترة الجاية، واديني اشتراكك ولايك جميل وفعل الجرس. يلا بينا نبدأ. الحلقة السابقة اتكلمت عن التجميع وإزاي بيحصل. خلونا نتعرف سريعا كده إزاي بيحصل التجميع ويعني إيه التجميع. أولا كده الباور اوف 3 بيتكون من 3 مراحل. الأولى مرحلة الأكيوموليشن، الثانية مرحلة المانيبوليشن، الثالثة مرحلة الديستريبيوشن، واتكلمت عنهم بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. وكل مرحلة من المراحل ال3 دول ليها وظيفة معينة في السوق. لو احترفت المراحل دي وفهمت وظيفتهم كويس، خليك عارف ان معاك كنز لا يستغني عنه، لانك وقتها تكون فهمت فعلا تحركات السوق وازاي تتعامل معاه بذكاء. تكون عارف امتى تدخل السوق وامتى تخرج منه، وتكون عارف الأيام الصالحة للتداول والأيام المناسبة. أنا هنا في الحلقة دي مش هشرح لك المراحل ال3 لأني شرحتها في الحلقة السابقة. احنا في الحلقات الجاية هنمسك كل مرحلة ونفسرها بالتفصيل وإزاي نتعامل معاها بذكاء. بمعنى إن الباور اوف 3 3 مراحل، تمام؟ جميل، وهما accumulation، manipulation، distribution. في الحلقة دي هنتكلم عن مرحلة من ال3 مراحل دول، إزاي بيحصل الأكيوموليشن أو التجميع، إزاي نحدده، إزاي نتعامل معاه، إيه أنواعه، وهل التجميع يكون تجميع فعلي ولا في أنواع تانية، إزاي نحدد المانيبوليشن بشكل صحيح، إيه هي أنواع التلاعب، وإزاي أعرف إن التلاعب خلص وهيبدأ ينعكس. المرحلة الأخيرة اللي التوسع في الاتجاه الحقيقي، بمعنى الاتجاه الحقيقي لليوم، إزاي أتعامل معاه صح، إيه هي أنواعه، وإزاي أختار التوسع المناسب. وهكذا يا شباب. النهاردة حلقتنا عن الأكيوموليشن. النهاردة هنتكلم عن أنواع حركات التجميع في السوق. هل التجميع نوع واحد ولا في أنواع كتير تانية؟ وإزاي أعرف إني في مرحلة تجميع؟ وهل ينفع أدخل صفقات في مرحلة التجميع أو التراكم ولا ده خطر عليك؟ والسؤال الأهم من كل اللي فات، إزاي بيحصل التجميع؟ وليه بيحصل أصلا؟ هل بيحصل كفخ للمتداولين ولا في سر ورا الموضوع ده؟ الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة، يلا بينا نجاوب عليها. أولا كده يعني إيه accumulation عشان نكون فاهمين. الأكيوموليشن أو التجميع هو فترة السوق فيها بيرتاح، بيتجهز، بيشحن طاقة قبل الحركة الكبيرة. في الفترة دي المؤسسات الكبيرة، البنوك أو صناديق استثمار بيبنوا مراكزهم، بيشتروا أو بيبيعوا بهدوء وبالتدريج عشان ما يرفعوش أو ما ينزلوش السعر على نفسهم. خلونا نوضح الجزء ده بالتفصيل وهنتعامل مع الشمعة اليومية كمثال.
والمثال ده ينفع مع جميع الفريمات زي الشمعة الشهرية أو الأسبوعية أو اليومية. نتخيل إن الشمعة اليومية افتتحت. هنا السعر مش بيتحرك بشكل عشوائي، بالعكس بيتحرك وفق تحركات متخطط ليها من قبل المؤسسات الكبيرة اللي ليها صلاحية تحريك السعر. اليوم يبدأ زي ما قلت في الحلقة السابقة إن عند افتتاح السوق السعر ممكن يصعد أو ينزل شوية عشان يوهم الناس إن المستويات دي مناسبة للشراء. وهنا زي ما قلت في الحلقة السابقة إنه فخ للناس عشان يدخلوا السوق بدري ويكونوا ضحية للمؤسسات أو الأموال الذكية عشان ياخدوا سيولتهم أو الستوب لوز الخاص بيهم، لحد ما تيجي أخطر وأهم مرحلة، وهي مرحلة الأكيوموليشن أو التجميع. إزاي بيحصل الأكيوموليشن أو التجميع؟ هنتعرف الأول إزاي بيحصل، وبعدها نتعرف على أنواعه ونجاوب على الأسئلة اللي قلناها أول الحلقة. دلوقتي المؤسسات الكبيرة أو الأموال الذكية عاوزة ترفع السعر للأعلى ويكون اتجاه الشمعة اليومية صاعد. فهل متوقع إن السعر يصعد ببساطة كده وتدخل تشتري بالسهولة دي؟ تبقى غلطان، لأن هنا المؤسسات الكبيرة ليها تحركات يومية بتمشي عليها، والهدف منها 3 أهداف مش هدف واحد. الهدف الأول إنه يدخلك السوق بدري عشان يبقى سهل عليه يخرجك من السوق. الهدف الثاني إنك فعلا متوقع إن السعر هيصعد، لكن برضه ياخد وقف خسارتك عشان يستفيد هو من سيولتك. الهدف الثالث إنه يدخلك في الاتجاه الغلط ويقدر بكل سهولة يقنعك بده لدرجة إنه يطمنك بالعكس ويحسسك نفسيا بالاتجاه المعاكس. والخطوات دي كالتالي: 1. accumulation عشان يبلع الستوب لوز بتاعك وهنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. 2. manipulation عشان يخدعك بالاتجاه المعاكس يبقى الاتجاه صاعد وهو يقنعك بالهبوط. 3. distribution الاتجاه الحقيقي ليوم التداول. وأخيرا بتدخل مع الاتجاه الحقيقي بعد ما تعدي من مراحل الفخ والتلاعب اللي اتكلمنا عنها. وهدف السلسلة دي الباور اوف 3 المتقدم، إنك تكون فاهم تحركات السوق وتتجنب الفخ والتلاعب. وهنركز بشكل أساسي على الأكيوموليشن. زي ما قلت إن المؤسسات بتبقى عاوزة ترفع السعر للصعود ويكون اليوم الحقيقي صعود، وزي ما قلت عشان المؤسسات ترفع الأسعار بتمر ب3 مراحل عشان ترفعها. المرحلة الأولى accumulation أو التجميع. تخيل معايا إن المؤسسات عاوزة ترفع الأسعار. أول حاجة بتعملها المؤسسات أو الأموال الذكية إنها بتدخل في مرحلة accumulation أو تجميع. في الفترة دي المؤسسات الكبيرة، البنوك، صناديق استثمار، بيبنوا مراكزهم، بيشتروا أو بيبيعوا بهدوء وبالتدريج. المؤسسات بتشتري وتبيع في نفس منطقة التجميع، لكن المؤسسات هنا بتركز بشكل أساسي إنها تبني مراكز شراء لأنها عاوزة ترفع السعر. لكن أحيانا بيفتحوا صفقات بيع قصيرة مش دايما طويلة، والهدف منها إنهم يجمعوا سيولة تحت القاع ويرفعوا السعر مرة تانية. والهدف من مرحلة الأكيوموليشن بيع وشراء جوه الرينج العرضي بهدف جمع سيولة وخداع المتداولين. يعني هتشوف إنهم يرفعوا السعر فوق يضرب قمة ويرجع تاني يضرب قاع ويتحرك شوية بشكل عرضي، والهدف جمع سيولة وخداع المتداولين. وطبعا لازم تكون خارج الأسواق في المرحلة دي. والخداع الحقيقي بيكون في المرحلة التانية المانيبيوليشن، التلاعب الأكبر، وهنتكلم عنه في الحلقة الجاية. بس خلينا نركز في مضمون حلقة النهاردة. فاحنا هنا فهمنا إزاي بيحصل التجميع وإيه الهدف من المرحلة دي، واتفقنا إننا نبعد عن المرحلة دي. والمرحلة دي ليها وقت معين وبتحصل في جلسة معينة، والجلسة دي هي جلسة آسيا. وجلسة آسيا بتبدأ في الدول العربية من الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة لحد الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة مصر. خلال الفترة دي انت تبعد عن التداول تماما وخليك مراقب فقط. ودلوقتي السؤال الأهم: هل الأكيوموليشن بيحصل فقط في جلسة آسيا؟ الأكيوموليشن أو التجميع مش مربوط بجلسة واحدة بس، هو مش قانون ثابت، لكن في ميل واضح إن جلسة آسيا تكون فيها حركة هادية جدا وفيها نطاق ضيق، وده بيشبه التجميع اللي المؤسسات بتجهز فيه مراكزها، وده بيسهل على المؤسسات إنها تبني مراكزها في الوقت ده. لكن ده مش قانون ثابت، ممكن يحصل accumulation في أي وقت خلال اليوم. على سبيل المثال ممكن يحصل الشكل ده خلال اليوم،
جلسة آسيا تكون حركة واضحة، صعود واضح أو هبوط واضح، وتيجي جلسة لندن تعمل أكيوموليشن بعد ما جلسة آسيا تكون فيها حركة واضحة. وعلى الرغم إن الحركة واضحة لكنها فخ للمتداولين، لأن وقتها تدخل جلسة لندن وتعمل أكيوموليشن من أولها لآخرها، وتيجي جلسة نيويورك تعمل تلاعب لحد منطقة اهتمام وبتنعكس للتوسع زي الشكل اللي انت شايفه ده، وهنا يسمى ب EAMD بدلا من AMD. ال E اختصار لإكسبانشن. جلسة آسيا تكون جلسة فيها حركة مش مهم اتجاهها ايه، لكن اللي يهمنا إنها حركة واضحة فنسميها expansion. يبقى الترتيب كده: expansion، accumulation، manipulation، distribution، بدلا من accumulation، manipulation، distribution. فاللي عاوز أوضحه إن الأكيوموليشن مش مرتبط بجلسة معينة زي جلسة آسيا، لأ، ده مش قانون ثابت. وتوضيح بسيط: كل اللي أنا بشرحه مش منقول من حد، زي ما قلت لكم أنا المطور الرسمي للباور اوف 3، وكل اللي بشرحه هو من خبرتي على مدار السنين اللي فاتت، ومش هبخل عليكم بأي حاجة، وكل اللي هنزله مجاني تماما، ما عنديش أي حاجة مدفوعة في الوقت الحالي. تمام؟ واضحة؟ يلا نكمل. وزي ما قلت إن الأكيوموليشن مش مربوط بجلسة معينة، ممكن جدا يحصل أكيوموليشن في جلسة آسيا، ودي الجلسة الأقرب للمؤسسات عشان يبنوا فيها مراكزهم، لأن الوقت ده مثالي بالنسبة لهم، عاوزين يجمعوا أكبر قدر من السيولة في الوقت ده، لأنهم عارفين إنه مع افتتاح السوق الناس بتحب تفتح صفقات. وزي ما قلت ده غلط كبير، وسواء جلسة آسيا عملت أكيوموليشن أو إكسبانشن فهي فخ كبير للمتداولين، وده بكل بساطة لأن الحركة اللي جاية هتكون حركة أكيوموليشن، والحركة دي هدفها بناء مراكز حسب الاتجاه اللي المؤسسات عاوزة تدخل فيه، وكمان إنها تطلع المتداولين من مراكزهم اللي دخلوها في جلسة آسيا. وطبعا الأكيوموليشن أو التجميع مش بيتحرك بنفس النمط، صعود وهبوط في نفس الوقت. الأكيوموليشن ليه أنواع مختلفة، وهنا السؤال: إيه هي أنواع الأكيوموليشن؟ وإزاي هعرف أفرق بينهم وبين الحركة العادية؟ أنواع الأكيوموليشن مش نوع واحد، دي أنواع مختلفة ومهمة جدا عشان لازم تعرف تحددها، لأنها مرحلة أساسية. الأكيوموليشن مش مجرد فترة ملل في السوق، دي المرحلة اللي بيبدأ منها الفخ والخداع. لو فهمت أنواع التجميع دي كويس هتعرف تدخل من المناطق الصح، وتبقى فاهم أنت بتعمل إيه، مش مجرد واحد بيرسم تحليل من غير ما يفهم تحركات السوق. وهتعرف تسيطر على أعصابك وما تتسرعش في الدخول، وهتقدر تحدد الاتجاه الحقيقي بعد كده بثقة. أنواع الأكيوموليشن 4 أنواع، هتكلم عنهم دلوقتي واشرح كل نوع وإزاي بيحصل وليه بيحصل، وهل فعلا السوق بيقتصر على ال4 أنواع دول بس ولا في أكتر؟ هقولك الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة. يلا بقى نجاوب عليها من البداية. لازم تبقى عارف إن أنواع الأكيوموليشن مش 4 بس، لكن أنا هشرح الأهم وهشرح السبب ورا كل نوع. النوع الأول Classic Oriented Range Accumulation، التجميع الكلاسيكي. النوع ده اللي كلنا عارفينه، حركة عرضية واضحة في رينج ثابت، يعني تجميع واضح بين دعم ومقاومة السعر، بيتذبذب فوق وتحت كذا مرة، يصعد مرة ينزل مرة ويرجع يصعد وينزل تاني ويكرر نفس الحركة. النوع ده معروف وبيحصل أغلب الوقت، 70% من السوق بيتحرك بالطريقة دي خلال اليوم، بيظهر على فريم 15 دقيقة أو فريم 5 دقايق، وده النوع الأشهر في الأسواق المالية. اللي بيحصل هنا إن المؤسسات بتبني مراكزها بهدوء من غير عنف أو خداع، واضح مؤشرات. النوع ده رينج عرضي ثابت، حجم تداول منخفض، تقدر تطبقه على أي فريم من السنوي لحد الدقيقة، لكن التطبيق المثالي للتداول اليومي بيكون على فريم 15 دقيقة أو 5 دقايق. التعامل الصح مع النوع ده ما تدخلش بدري وانت جوه الحركة، استنى المرحلة دي تنتهي، استنى المرحلة التانية مرحلة المانيبوليشن عشان تحدد الاتجاه، وهنشرح المانيبوليشن بالتفصيل في الحلقة الجاية. النوع ده اختصاره CORA، وده مثال عملي على الشرط، زي ما باين قدامك تجميع واضح صعود وهبوط، ودي أغلب الأشكال اللي هتشوفها، ركز فيهم كويس عشان تعرف تستخرجهم من الرسم البياني. تمام؟ واضحة؟ يلا نكمل. النوع الثاني تراب أكيوموليشن X. النوع ده من أكتر الأنواع اللي ممكن يكرهك في اليوم اللي دخلت فيه مجال التداول، لأن المؤسسات هنا بتلعب على الفخ والتلاعب في نفس الوقت. التلاعب اللي قصد عليه هنا مش المانيبوليشن، لأ،
أقصد إنه وهم التجميع نفسه بيكون فخ. إزاي؟ السعر فجأة يكسر دعم أو مقاومة في الرينج العرضي فيوهمك إن في اختراق. بعد ما يوهم الناس إن السعر كسر القاع أو القمة يرجع تاني لنفس الرينج ويكرر نفس الحركة فترة من الوقت. يعني مثلا القمة اتكسرت، السعر طلع فوق، بس بعدها يرجع تاني للقاع وبعدين يكرر نفس الاختراق للقمة. ساعتها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتحس إنك اتخدعت وتقول كل المدارس دي فاشلة. لكن في مدارس ما تستحقش أصلا الدراسة، لكن في نفس الوقت في مدارس تحليل كويسة. بس خد بالك، مدرسة عن مدرسة بتفرق، واللي أنا بشرحه لك هنا من أقوى التحليلات اللي هتشوف نتيجتها المبهرة مع أول تطبيق ليها بعد ما تتعلمها بشكل صحيح. نرجع لموضوعنا. زي ما قلت لك، السعر بيعمل الحركة دي من الحركة التجميعية لمدة معينة من الوقت. نقولها تاني، عندنا هنا قمة، السعر يروح يخترقها، بعدين يرجع يخترق القاع، وبعدين يرجع يخترق القمة، ويستمر بنفس الشكل ده لمدة معينة من الوقت. الهدف من النوع ده إيه؟ المؤسسات زي ما قلت لك قبل كده مش غبية إنها تسيبك تدخل صفقة بسهولة. المؤسسات بتسعى قدر المستطاع إنها تاخد السيولة بتاعتك، يعني الستوب لوس بتاعك، و95% من المتداولين بيخسروا. فالهدف من النوع ده ببساطة هو الفخ وإخراج المتداولين من مراكزهم. طيب هنا يجي السؤال، الحركة دي مدتها قد إيه؟ أو أنا أدخل أتداول إمتى؟ وهل ينفع أتداول فيها؟ وإزاي أفرق إنها تراب أكيوموليشن مش مانيبوليشن؟ شوفوا يا شباب، ركزوا معايا. خليني أشرح النوع ده تاني عشان أوضح نقطة مهمة. النوع ده بيحصل إزاي؟ زي ما قلت، السعر يخترق القمة، بعدها يرجع يخترق القاع، بعدها يرجع يخترق القمة تاني، وهكذا. وهنا بعض الناس ممكن يفتكروا إن الحركة دي اللي في النص هي مرحلة مانيبوليشن، وعلى أساسها يبدأوا يدوروا على دخول ويدخلوا صفقة، وفجأة يتفاجئوا إن السعر ضرب لهم وقف الخسارة. المفارقة فين بقى؟ المفارقة إن ده مش التلاعب الحقيقي. طيب إزاي أفرق بينهم؟ ركز معايا. النوع ده من التجميع لازم تراقبه زي ما هو. أول ما السعر يخترق قمة أو قاع ويمشي لحد منطقة اهتمام، هنا تعرف إن ده هو التلاعب الحقيقي، manipulation. ساعتها تقدر تدور على دخول وتدخل الصفقة بأمان. يبقى النوع ده تراب أكيوموليشن إكس بينتهي لما السعر فجأة يخترق الرينج التجميعي ويصعد لحد منطقة اهتمام. وقتها تبقى عارف إن مرحلة التراب أكيوموليشن خلصت ودخلنا في مرحلة المانيبيوليشن الحقيقي من غير قلق. وطبعا طول ما انت في مرحلة تراب أكيوموليشن ما ينفعش تتداول خالص، وده مثال عملي على التشارت زي ما واضح قدامك في الصورة. السعر اخترق القمة، بعدها رجع اخترق القاع، واستمر بنفس الشكل لحد ما وصلنا لمرحلة التلاعب الحقيقي. وده مثال في اتجاه هابط واتجاه صاعد زي ما شايف قدامك. النوع ده اختصاره تكس، والنوع ده بيحصل بشكل دوري بغرض الفخ. ولو مش رابط الفريمات صح زي ما علمتك في كورس باور اوف 3 اللي هو تقريبا 12 أو 13 حلقة، عمرك ما هتعرف تحدد التلاعب الحقيقي، وغالبا هتقع في فخ التراب أكيوموليشن. لكن لو ربطت الفريمات صح زي ما شرحت لك، هتقدر تحدد بنسبة كبيرة منطقة الاهتمام اللي بيحصل عندها التلاعب الحقيقي. تمام، ده كان النوع الثاني من أنواع التجميع. ندخل بقى على النوع الثالث من الأكيوموليشن، Compression Accumulation Geared Expansion، التجميع التدريجي. النوع ده بيكون على شكل ترند صاعد أو هابط زي ما باين قدامك. المفارقة هنا إيه؟ إن المؤسسات بتستخدم النوع ده عشان تقنعك إنك دخلت في ترند صاعد أو هابط، وفجأة تلاقي انفجار هبوطي قوي للأسفل. بعد ما عملوا النوع ده من التجميع وأوهمك إن الاتجاه صاعد وإنك خلاص دخلت في ترند جديد، في المرحلة دي هم في الحقيقة بيبنوا سيولة ومراكز شرائية. ركز معايا كويس في النقطة دي. بعد ما المؤسسات تعمل النوع ده Compression Accumulation Geared Expansion أو اختصاره CAGA، بيكون على شكل ترند صاعد أو هابط تحسه مضغوط، عشان المؤسسات وقتها بتبني مراكز وسيولة حسب الاتجاه. المؤسسات بتلعب على نفسيتك وتحسسك إنك داخل ترند جديد سواء صاعد أو هابط. وطبعا المؤسسات فعلا عايزة ترفع السعر للأعلى،
بس عشان تقدر تعمل كده لازم يعدوا بمرحلة فيها خداع وفخ للمتداولين. الهدف من النوع ده حاجتين مهمين جدا. 1، يقنعك إن الاتجاه ترند صاعد أو هابط، بس في الحقيقة ده تجميع للسيولة. 2، يقنعك عكس الاتجاه الحقيقي ويوقعك في الخداع. الاتجاه الحقيقي اللي لازم تركز عليه بيبان في قوة الحركة مش في الصعود التدريجي، وده المثال العملي قدامك في الشكل الصاعد والهابط. ركز فيه كويس. يبقى الهدف من النوع ده ببساطة إن المؤسسات تعمل تلاعب وتخرج المتداولين من السوق بالشكل اللي انت شايفه، وهنتكلم عن أنواع التلاعب بالتفصيل في الحلقة الجاية عشان نكمل باقي المراحل. طيب ده كان النوع الثالث. ندخل بقى على النوع الرابع والأخير، وهو Post Impulse Neutral Accumulation، اللي هو التجميع أو التراكم بعد الانفجار السعري. يعني السوق يعمل انفجار سعري قوي سواء صعود أو هبوط، وبعدها مباشرة يدخل في حركة تجميعية جانبية محايدة، مفيش اتجاه واضح لا صعود ولا هبوط. طيب ليه بيحصل النوع ده؟ خليني أديك مثال. عندنا اتجاه صاعد وفجأة السعر ينفجر بقوة للأعلى، وغالبا الانفجار ده بيكون جزء من الحركة مش الحركة كلها. بعدها المؤسسات تدخل في حالة تجميع. ليه؟ لأن المؤسسات الكبيرة بتكون خلصت جزء من بناء مراكزها في الحركة الاندفاعية، وبييجوا يختبروا السوق، هل لسه في مشترين ورا الحركة دي ولا في بائعين؟ وفي نفس الوقت يخلوا المتداولين الصغيرين يحتاروا هل ده انعكاس ولا استمرار، ويبدأوا يزودوا أو يخرجوا تدريجيا من مراكزهم من غير ما يبان أثرهم، زي ما شرحت لك قبل كده بالتفصيل. يبقى النوع ده دايما بيجي بعد حركة قوية جدا. بعد الحركة دي السعر يدخل في مرحلة تجميع accumulation، وممكن التجميع ده يكون بأي نوع من الأنواع الثلاثة اللي شرحتهم قبل شوية. بعد ما يدخل في مرحلة التجميع دي المؤسسات تبدأ تجهز نفسها يا إما للاستكمال يا إما للإنعكاس، ولو ناويين على الاستكمال عمرهم ما يكملوا بسهولة. لازم يعدوا بالمراحل اللي شرحتها ليك في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت، خصوصا أول حلقة من Power of 3 المتقدم الخاص بيا. الطريقة الصحيحة لتحديد النوع ده من التجميع بتكون كالتالي. بنحدد من بداية الحركة الانفجارية لنهايتها، يعني نحدد القاع اللي بدأ منه الانفجار السعري ونحدد القمة اللي انتهى عندها، وجوه القاع والقمة دي بيحصل أي نوع من أنواع التجميع اللي شرحناها. المهم إن كل التجميع ده بيكون جوه المنطقة دي. اسم النوع بالكامل هو Post Impulse Neutral Accumulation، واختصاره BANA، وأوقات بيكون شبه Classic Accumulation. لكن الفرق الأساسي إنه لازم يجي بعد اندفاع قوي زي ما واضح قدامك في الصورة، ودي أمثلة عملية على الشرط، ركز فيها كويس. وبكده يبقى خلصنا الأربع أنواع من التجميع Accumulation اللي شرحتهم النهاردة. النوع الأول Classic Oriented Range Accumulation CORA. النوع الثاني Trap Accumulation DTX. النوع الثالث Compression Accumulation Geared Expansion CH. النوع الرابع Post Impulse Neutral Accumulation PINA. ودي أهم 4 أنواع تجميع مهمين جدا، لو فهمتهم كويس هيساعدوك جدا تطور مستواك وتعرف تحدد السوق وتكون عارف انت واقف فين. طبعا في أنواع تانية حوالي 6 أنواع كمان، لكن أنا شرحت لك دلوقتي أهم وأشهر الأنواع اللي فعلا هتفرق معاك جدا وتطور من مستواك وعقليتك في التداول. افتكر دايما ان 90% من تحركات السوق بتبقى تجميع accumulation، فعشان كده لازم تكون عارف الأنواع دي كويس جدا. تمام، دي كانت ال4 أنواع للتجميع. تعالوا بقى نطبقهم بشكل عملي على الشرط عشان الاستفادة تبقى كاملة. تمام، فتحنا تريدينج فيو عشان نطبق عملي. تعالوا ندور على أي أمثلة عشوائية. عندنا هنا مثال واضح، لحظة أوضح لك الشرط. هنا عندنا أول نوع اتعلمناه سوا اللي هو Classic Oriented Range Accumulation CROA، التجميع الكلاسيكي. زي ما شرحت لك تجميع عرضي واضح، صعود وهبوط لنفس المستويات. فجأة ممكن يحصل فخ ياخد سيولة القيعان، لكن مش بيكون تلاعب حقيقي،
لأنه موصلش لمنطقة اهتمام على فريم عالي، وبعدها يصعد وبعدها يهبط تاني وهكذا لحد ما يجي التلاعب الحقيقي. وده النوع الأول. ركز معايا، ارسمه زي ما أنا محدده قدامك عشان يبقى واضح. بعدها فخ للأسفل، بعدها صعود تاني. هنا المثال اللي قدامنا النوع التاني من التجميع اللي هو Compression Accumulation Geared Expansion، اختصاره BACAGE. التجميع التدريجي زي ما شايف، قمة قاع قمة قاع، أعلى من اللي قبله، شكله ترند صاعد. نحدده كده بالأداة ونكتب الاسم أو الاختصار عشان يبقى واضح معانا. النوع ده شائع جدا، وهتلاقي بعده على طول اكتمال النموذج التلاعب manipulation، وبعدها طبعا التوسع في الاتجاه الحقيقي. وأنواع التلاعب والتوسع دي هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة الجاية إن شاء الله. اتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل جرس الإشعارات. خلينا نشوف مثال تاني واضح. هنا في مثال تاني واضح، لحظة نخدده. قمة قاع، قمة أقل من القمة اللي قبلها قاع، قمة أقل وهكذا. ده نوع مهم من أنواع التجميع accumulation، لأنه هنا بيعتمد على إنه ترند هبوطي، لكن في الحقيقة بيكون فخ وتلاعب. هنا نحدده بوضوح. لحظة، تمام كده بالظبط. النوع ده اسمه Compression Accumulation Geared Expansion، واختصاره CAGE. بعد ما حصل النوع ده الاكيوموليشن، يجي وقت التلاعب الصحيح الحقيقي، التلاعب، وبعدها التوسع في الاتجاه الحقيقي. وهنا يبقى عندنا Power of 3. النوع ده هو التجميع التدريجي،
بعدها المؤسسات انعكست للأعلى لغرض إنها تتلاعب في الأسعار، والتلاعب ده بيروح لمنطقة اهتمام على فريم أعلى من الفريم اللي أنا بحلل عليه، وبعدها ينعكس للبيع اللي هو الاتجاه الحقيقي لليوم زي ما واضح قدامك هنا. طيب ده كان النوع التاني، خلونا نشوف النوع التالت. هنا في مثال واضح للنوع التالت. اللي اسمه تراب أكيوموليشن إكس. النوع ده زي ما شرحت في الحلقة دي، قلت إن المؤسسات هنا بتلعب على الفخ والتلاعب في نفس الوقت. تلاقي إن في قاع والسعر بيستهدفه، يحفز الناس نفسيا إنها قوة بائعية، وفجأة ينعكس داخل الرينج ويصعد يستهدف القمة الداخلية ويحفز الناس نفسيا للشراء. هنا المؤسسات بتلعب على نفسية المتداولين، توقعك في الفخ المستوقعك في التلاعب. وعلى الرغم انك ممكن تكون محدد التجميع وفاهم الباور اوف 3 وتيجي تحدد التلاعب manipulation، لكن تتفاجأ انك كنت لسه داخل التجميع، وهنا السعر بينعكس ويستهدف القاعدة، وبعدها المؤسسات تعمل حركة التلاعب الحقيقي بعد ما استخدمت اسلوب الفخ عشان توقعك في الخسارة، بعدها التوسع في الاتجاه الحقيقي. طيب تمام، تعالوا ناخد مثال تاني هنا، مثال واضح تاني على نوع التجميع تراب أكيوموليشن إكس. هتلاحظ إن النوع ده بيلعب على الفخ وأخذ السيولة ويرجع يعيد نفسه داخل الرينج. خليني أوضح لكم الفرق بينه وبين كلاسيك أورينتد رينج أكيوموليشن. في التجميع الكلاسيكي العادي بيبقى غالبا قمم وقيعان متساوية، أحيانا ياخد قاع السيولة، لكن بشكل عام القمم والقيعان بتبقى متساوية. أما النوع التاني اللي اسمه تراب أكيوموليشن إكس، أنا عارف إن الاسم طويل شوية ممكن تختصروه، بيختلف عن الكلاسيكي لأنه بيلعب على الفخ والتلاعب الوهمي زي ما واضح هنا. بعد ما يحصل النوع ده من التجميع، المؤسسات تعمل التلاعب للأعلى وصولا إلى منطقة اهتمام، وبعدها التوسع في الاتجاه الحقيقي. النوع ده من باور اوف 3 جميل وسهل، لكن لازم تكون حذر جدا في لحظات التجميع.
طيب تمام، ده كان تراب accumulation X. ندور دلوقتي على مثال لآخر نوع، وهو post impulse neutral accumulation، وهو التجميع بعد الحركة الانفجارية. في مثال واضح هنا، انفجار سعري قوي وبعدها السعر دخل في مرحلة تجميع. أيا كان نوع التجميع مش هيفرق، المهم إنه بعد الحركة الانفجارية دخل في تجميع. النوع ده من التجميع شائع وناس كتير جدا بتقع في الفخ ده وبيبقوا ضحية ليه. تحديد النوع ده زي ما قلت بيكون من قاع الانفجار لحد قمة الانفجار، وبناخد معاه حركة التجميعية الداخلية اللي حصلت جواه، لأنها تعتبر حركة واحدة. زي ما واضح هنا، انفجار للأعلى، بعدها السعر دخل في حركة تجميعية محايدة، بعدها القاعدة اتخذت سيولته والمؤسسات استغلت ده وعملت حركة التجميع الحقيقي. القاعدة فيه مشترين كتير وقوة شرائية، لكن المؤسسات عاوزة توقع المتداولين في الفخ وتخرجهم من السوق عشان ينطلقوا في الاتجاه الصاعد. هنا بيجي التلاعب الحقيقي زي ما قلت لك. بعدها التوسع في الاتجاه، وبكده يكتمل عندنا باور اوف 3 بنوع تجميع مختلف. وكل أنواع التجميع اللي شرحتها بتحصل فيها الباور اوف 3 قوي، بس بشروط مهمة جدا إن شاء الله هتكلم عنها قدام لما نوصلها. وبكده أبقى شرحت لك أهم وأقوى 4 أنواع تجميع بتحصل، واللي هيساعدوك جدا تحدد الباور اوف 3 بشكل أفضل. وخدنا أمثلة عملية حقيقية من الشارت عشان تعرف إن أنا مش ببيع لك وهم. مهم جدا تعرف إن كل اللي بشرحه هو منهجيتي الخاصة بصفتي المطور الرسمي للباور اوف 3، ولي منهجيتي الخاصة باور اوف 3 المتقدم. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن أنواع التلاعب الحقيقي، المانيتيليشن، اللي بيحصل في السوق بالتفصيل. إيه هي شروط التلاعب؟ إزاي بيتعمل التلاعب؟ وإزاي تتجنب إنك تكون ضحية في السوق؟ تفاصيل كتير جدا هكشفها ليك في الحلقة الجاية إن شاء الله. ودلوقتي السؤال لحضرتك، لما تشوف انفجار سعري قوي وبعده السوق يدخل في حركة تجميع جانبية محايدة، هتتعامل معاه على إنه استمرار للاتجاه ولا بداية انعكاس؟ قال رب اشرح لي صدري